السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هنتكلم فيها عن القماش القطيفة. هنتكلم عن أنواعه، في خامات مخصصة للستاير وفي خامات مخصصة للتنجيد، وهنتكلم عن الفرق بينهم. لو نازلة المحل وعايزة اشتري خامة قطيفة اختبرها ازاي او اعرفها ازاي اذا كانت قماشة حلوة ولا مش حلوة، اشتريها ولا ما اشتريهاش، كل ده هنعرفه النهاردة في الفيديو ان شاء الله. وكمان القطيفة احلى حاجة فيها ان هي بتبقى سهلة التنظيف، بتليق قوي في التنجيد، الانتريهات، الحاجات اللي هي فيها ستيل، الحاجات اللي زي كده بتليق قوي في الحاجات اللي زي ديت. وكمان خلينا متفقين ان هي من الاقمشه المعمره نوعا ما، يعني مش بتنحل بسهوله، بتستحمل، وزي ما قلنا سهله التنظيف. القطيفه في منها قماش لامع قوي كده، اللمعه باينه فيه قوي زي ما انتم شايفين، وفي بيبقى اللمعه فيه متوسطه، وفي بيبقى مط شويه. تمام. هي عامه القطيفه بيبقى لازم بيبقى فيها اللمعه ديت، بس في قماشه بيبقى اللمعه فيها عاليه قوي زي ما انتم شايفين، وفي اقمشه تانية بتبقى مط او متوسطه. هوريكم الثلاث انواع. اول حاجه خلينا في القماشه ديت. القماشه ديت من اقمشه التنجيد مش الستاير. بس عايزه اقول ان اصلا القطيفه عامه بقت بتتعمل ستاير، يعني سواء كان تقيل او خفيف في ناس بتعملها ستاير. لكن التنجيد بقى هو دوت اللي احنا هنتكلم فيه. بالنسبه للتنجيد، لما اجي اشتري هشتري القماشه التقيله. القماشه التقيله هعرفها ازاي؟ طبعا بتبان من ملمسها. ادي القماشه في ايدي اهيت. انا اصلا لما بشيل ديت انا شايله وزن، شايله وزن غير التانية بتاعت الستاير الخفيفه. هوريها لكم دلوقتي. بتاعت الستاير الخفيفه اسمها سيلفانا، وسعرها كان يعني لغايه قريب كان المتر منها ب30 جنيه تقريبا. فهوريكم بقى الاول الخامه التقيله دي بتاعت التنجيد. ادي الخامه اهيت. انا لو حطيت ايدي من تحتها، يعني هطلع بره دلوقتي عند الضوء وهوريكم القماشه التانية لما احط ايدي من تحتيها كده ازاي ايدي بتبان من تحتيها لانها خفيفه اصلا. انما القماشه التقيله دي برضو هوريها لكم في الضوء بره، ان لما احط ايدي تحتيها كده ايدي ما تبانش، لان القماشه اصلا تقيله والقماشه محمله. دي حاجه. الحاجه التانية، انا ماسكه طرف القماشه اهو. انا متعمده اني امسك طرف القماش عشان لما اروح المحل هختبر القماشه من طرفها. انا بقى ماسكه القماشه من طرفها اهو، هشدها من الطرف، من طولها ومن عرضها. يعني مثلا اهوت هشد على اقوى ما عندي، هشد على اقوى ما عندي. ماشي. حرف القماشه اهيت. القماشه لا بتتملع ولا بتفتح من بعضها. لو مسكت الوبر بتاعها كده ويعني نتشته كده بصوابعي ما بيطلعش في ايدي. تمام. ديت كده بتبقى قماشه جميله اقدر اشتريها. دي كده ابسط طريقه تقدري تختبري بيها القماشه، لو انت يعني من الناس اللي مش بتبقى فاهمه في الخامات قد كده. يعني بشدها من الطول بتاعها ومن العرض بتاعها كمان، لازم اشدها من الناحيتين. يعني اقوى ما عندي، ما اقلقش بقى من اللي واقف في المحل بيبيع ولا حاجه واتكسف او اتحرج. لا، احنا هندفع فلوس فلازم نعرف هندفع فلوس في حاجه كويسه ولا حاجه ملهاش لازمه. ماشي. بشد القماشه من طولها ومن عرضها، لقيتها تمام كويسه معايا، ما ملعتش ما فتحتش من بعضها، يبقى الخامه دي جميله واتوكل على الله واشتريها. تمام. ده كده بالنسبة لقماش التنجيد. هوريكم خامتين تانيين لقماش التنجيد، واحدة اللمعة فيها متوسطة وواحدة تعتبر مط. وهوريكم كمان السلفانة في الاخر خالص اللي هي بتاعة الستاير. يبقى دي كده قماش التنجيد، اقدر استعملها الستاير عادي، مش هتقول لا. لكن ما السلفانة الخفيفة ما استعملهاش تنجيد. في بقى من الخامات القطيفة خامة تانية امسكها بتبقى عاملة زي الفيزون. عارفين الفيزون؟ الفيزون اللي بيمط جامد ده، بتبقى شبيهه ليه، يعني بتبقى امسك كده كاني ماسكه استك، بتروح معايا قوي. ولما بشدها قوي ابص الاقيها مملعه كده والتمليعه باينه فيها. ممكن يعني لو شدتها من الناحيه التانية اللي قصادها، يعني انا لو شدت من العرض ومطت معايا قوي، لو شدت من الطول هترجع تاني لوضعها الاولاني. فدي الخامه دي يعني متبقاش حلوه قد كده، بتبقى خفيفه اصلا. بصوا بقى الخامة ديت اللمعة فيها او المط فيها مش باقي ال يعني الإضاءة اللي فيها او اللمعة اللي فيها زي ما قلت في البداية مش باينة خالص، تعتبر مط نوعا ما. ديت برضو من الخامات التقيلة اللي هي بتاعة التنجيد. لما بشدها برضو كده نفس الاختبار، شدها بطولها. بصوا.
واشدها من عرضها برضو. يعني لو حتى لو عملت كده بايدي او بصوابعي فيها ماشي. يعني خامة نوعا ما، مش نوعا ما، هي خامة كويسة بصراحة، غير الخامات الخفيفة اللي اتكلمت عليها من شوية. بصوا دي كمان اللمعة فيها متوسطة، مش زي الأولانية اللي أنا وريتها لكم، ولا زي البني اللي لسه موريها لكم من شوية. برضو دي من الخامات التقيلة اللي تنفع للتنجيد. كل خامة نشدها من طولها ومن عرضها كده عشان نشوف. بصوا ديت فيها مطة شوية عن التانيين، يعني بصوا انتوا شفتوا التانيين وانا بشدهم مكانوش بيعملوا كده، ديت كده فيها مطة شوية. المطة دي احيانا بتنفع في التنجيد لو في حاجات فيها دوران، فيها حاجات كده، لكنها مش بتملع ولا بتفتح من بعضها ماشي. وعادي يعني لو في مطة بسيط كده عادي مفيش اي مشكلة، لكن المهم ما يبقاش المطة اللي هي اللي زي الفيزون اللي انا اتكلمت عنها ديت، اللي هي اشد كده الاقيها عاملة زي الاستك معايا ماشي. اهو دي فيها المطة اهيت، مطة بسيط، بس ايه لما بنعمل كده بترجع تاني كل حاجة لأصلها. اهم حاجة ان الخامة تبقى زي ما قلت كده. انا بنتش كده ان في خامات لما اجي انتش كده الاقي الحاجات بتطلع في ايدي، الورة بتاعت القماشة خصوصا الشانيليات والحاجات دي. انما القطيفة اما اختبرها كده لا، جامدة جامدة، والقماشة مش بتملع ولا بتفتح من بعضها. تمام. بصوا بقى دي استلفانة بتاعت الستاير، دي ستاير بس محدش يجيبها للتنجيد. يعني بصوا انا قلت لكم هوريكم ازاي هي خفيفة، وخيال ايدي او صوابعي بتبان من وراها. شايفين باينة قوي ان هي خفيفة، والصوابع باينة من وراها ازاي. شايفين اهي. بحاول بس اجيب لكم الضوء في ظهر القماشه عشان يبين قد ايه هي بتبقى خفيفه. دي بتبقى مخصصه للستاير بس، ما يفضلش ابدا بيها التنجيد، لان في ناس على فكره جابت لنا الخامات ديت، استلفانا دي جابتها لنا نشتغل بيها تنجيد. فانا بتكلم بقى عشان ايه اللي عايز حاجه بقى، اللي هيدفع فلوس يدفع بالمره في حاجه نظيفه. تمام. شايفين الفرق؟ هوريكم بقى الخامه الاولانيه اللي احنا صورناها ديت ازاي هي تقيله برضو وما بتبينش خيال الايد كده من وراها. تمام. اهي التقيله اهيت، بصوا باين قوي ان هي في فرق ما بين دي وما بين التانية. شايفين؟ خلاص وعرفنا كده الفرق ما بين الخامة الخفيفة والخامة التقيلة، وازاي اختبرها قبل. يعني دي كانت اقرب حاجة زي ما قلت كده، اقرب طريقة وابسط طريقة اني اختبر بيها القماشة قبل ما اشتريها. بالنسبة للاسعار بقى، طبعا زي ما قلت لكم السلفانة لغاية قريب اللي هي الخمس صفرة اللي انا وريتها لكم بتاعت الستاير كانت لغاية قريب المتر منها ب30 جنيه. طبعا الفترة ديت الاسعار عمالة كل شوية بتزيد، فالمتر منها ممكن يوصل دلوقتي حوالي 50 أو 60 جنيه. بالنسبة للتقيلة ديت المتر منها ممكن يخش له في حوالي 90 جنيه، ممكن 100 120 لو الخامة تقيلة ونظيفة. طبعا الخامات انا بقول بالتقريب، لان انا يعني لما بننزل كل فترة لما بننزل نلاقي الاسعار اتغيرت، كل مادة كل ما الاسعار بتتغير. يبقى خامة احنا عارفينها ونشتريها على طول بسعر معين، كل بقى الايام اللي احنا فيها دي بالذات كل لما ننزل نلاقي الاسعار كل مادة بتتغير. وطبعا مش في القماش بس، ده بيبقى في كل حاجة في الحياة، يعني الله المستعان. بس كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. طبعا بعتذر لو الفيديو طول مني، بس كنت بحاول اقرب لكم او اعرفكم على قد ما اقدر القطيفة ومميزاته وعيوبه او كده. فلو عجبكم الفيديو يا ريت تقدروا مجهودنا وتعملوا لايك وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.